في عالم لا يعرف التراخي ولا يعترف بالضعف، أصبحت القوة العسكرية عنصراً أساسياً في حماية الدول وضمان استقرارها. الجيوش اليوم لم تعد تعتمد فقط على السلاح والجنود، بل على العلم والتكنولوجيا والتخطيط الذكي. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة داخل عالم القوة العسكرية الحديثة لفهم كيف تبنى الجيوش وكيف تدار الحروب في القرن ال21. مفهوم القوة العسكرية. القوة العسكرية ليست في الهجوم فقط، بل في القدرة على الردع ومنع الحرب قبل أن تبدأ. الدولة القوية هي التي تملك جيشاً جاهزاً ومدرباً وقادراً على حماية أرضه في أي لحظة. مهما تطورت التكنولوجيا، يبقى الجندي هو العنصر الأساسي. التدريب القاسي، الانضباط والجاهزية النفسية هي ما يصنع الجندي المحترف. الجيوش الحديثة تستثمر كثيراً في العنصر البشري، لأن السلاح بلا عقل لا يصنع النصر. التدريب اليوم لم يعد تقليدياً. محاكاة، تمارين افتراضية، سيناريوهات واقعية، كلها تستخدم لتهيئة الجندي لأسوأ الاحتمالات. الهدف واحد: أن يكون الجندي جاهزاً تحت أي ظرف. القوات البرية هي العمود الفقري لأي جيش. الدبابات، المدرعات، ووحدات المشاة تشكل القوة على أرض المعركة. الدبابة الحديثة لم تعد مجرد حديد، بل نظام ذكي يرى، يحلل، ويصيب بدقة. الدبابات اليوم مزودة بأنظمة حماية نشطة، وأجهزة رصد متطورة، وقدرة عالية على المناورة. السرعة والدقة أصبحت أهم من الحجم والوزن.